بما إن إحنا عندنا كل شهر من الشهور في مصر القديمة له اسم، وكمان كل شهر من الشهور ليه ارتباط بصفة من الصفات الإلهية، زي مثلا شهر توت مرتبط بتحوت، شهر مثلا هاتور مرتبط بحتحور، شهر مثلا بابا مرتبط بحابي، شهر كذا مرتبط بكذا. فكل شهر من الشهور في مصر القديمة ليها ارتباط بواحد من النترو. وقلنا إن النترو هما الطبائع أو طبيعة كل شهر أو طاقة كل شهر شكل عامل إزاي. فبالتالي كل نتر من النترو في مصر القديمة اللي هي الصفات والطبائع الإلهية، المصري القديم رسمها لنا وجسدها في شكل طائر أو في شكل حيوان أو في شكل حشرة معينة أو في شكل رمز كوني زي الشمس زي القمر زي غيرها. وبالتالي الرسمة في حد ذاتها إن المصري القديم ياخد هذا الشكل ويبدأ يرسم أو يعبر بهذا الشكل عن معنى، عن صفة من الصفات المقدسة الإلهية. فدي في حد ذاتها حاجة جميلة قوي، لأن إحنا عارفين دلوقتي في العلم الحديث ما يسمى spirits of animals، اللي هي الطاقة أو الروح بتاعة الحيوانات والطيور أو الطبيعة من حوالينا بشكل عام. المصري القديم كان إنسان كوني. يعني إيه كان إنسان كوني؟ بنسميها دلوقتي الأنثروبوكوزموس، اللي هو الإنسان اللي عايش متصل مع الكون والطبيعة اللي حواليه. الحضارات القديمة دايما كان عندها نفس الفكرة دي، إن الإنسان مش منفصل عن الطبيعة، ولا هو في قمة الهرم البيولوجي أو الهرم الإنساني أو الهرم بتاع الكائنات الحية، ولكن كانت الحضارات القديمة دايما بتبص على الفكرة بتاعت الكون على إنها دايرة سلسلة مرتبطة ببعضها، والإنسان جزء من هذه الدايرة الجميلة. فإحنا عندنا الفكرة دي بشكل كبير جدا جدا كانت موجودة في مصر القديمة. في مصر القديمة المصري القديم شايف نفسه إن هو جزء من السلسلة بتاعت الكون اللي حواليه، وكل كائن حي وكل شيء في الطبيعة والكون حواليه هي بتخاطب هذا الإنسان. الإنسان لما بص على الطبيعة وعلى الكون اللي ربنا خلقه، بدأ يبص وينظر إلى إن هذا الكون المخلوق بشكل كبير جدا ربنا خلق كل حاجة فيه لهدف ولغاية معينة جدا مهمة، عليه إن هو يلمس هذه الغاية. على الإنسان إن هو يدور يا ترى ليه ربنا خالق كل هذه الأنواع من الطيور والحيوانات والحشرات والكائنات الكونية اللي موجودة في عالم السماء وفي عالم البحار. وبدأ المصري القديم يدور على الهدف اللي من وراءه، الهدف اللي عشانه ربنا خلق كل شيء. وقال إن كل كائن حي في هذه الطبيعة بيبقى له طبيعة، بيبقى له سلوكيات، بيبقى له شيء ما نيتشر معينة، طبيعة معينة، سلوك معين. لو أنا تأملت فيه هبقى محتاجه في وقت من الأوقات، هيعمل لي ستيميوليتنج، هيعمل لي تحفيز لحاجة جوايا. إن الإله ده لما خلقني خلق كل الصفات وكل النيتشرز جوايا أنا كإنسان، وخلق في كل الكون المحيط بيا نيتشرز مختلفة. فأنا محتاج النيتشرز المختلفة دي في أوقات كتير جدا من حياتي. يعني حاجة غامضة عليا ومش عارفها، وبكتشف شيء مجهول لأول مرة في الحياة بتاعتي، فأنا محتاج النيتشر بتاعت المغامرة وبتاعت الإصرار وبتاعت العزيمة وبتاعت التحدي. طب النيتشرز دي موجودة فين في الكون من حواليا ممكن تحفزني واقعد كده اتفرج عليها واتأمل سلوكياتها، وتبدأ تحفز جوايا النيتشر بتاعت المغامرة والتحدي الموجودة في كذا. محتاج قوة وصلابة وإرادة وعزيمة وفي وقت من الأوقات الصعبة في الحياة بتاعتي فين النيتشرز دي متجسدة في إيه في حواليها في الكون. فبدأ المصري القديم يبص على الموضوع من هذه الفكرة، بص على إن هذا الكون كل حاجة فيه مقدسة، كل شيء جواها divine natures، عبارة عن صفات مقدسة وسلوكيات إلهية.
ربنا خلقها كده بهذا السلوك، وبهذا السلوك عشان أنا أقعد كده أتفرج عليها، أدرس سلوكياتها، فأتعلم منها، فتحفز جوايا رغبة معينة، أو تحفز جوايا طاقة معينة، أو تحفز جوايا شغف معين، أو تحفز جوايا سلوك معين. فإذا كل حاجة من حواليك أنت لازم تبص وتراقب وتتأمل فيها. بما إن إحنا في شهر توت، شهر العلم والحكمة، شهر المعرفة، شهر ال الرؤية العميقة، شهر الانسايت، شهر الويسدم، الشهر اللي فيه كل حاجة بقى فيها كده قراءة وتأني وتفكير وتدبير وتعمق في كل حاجة بتشوفها في حياتك. فالمصري القديم لقى إن هذه الطبيعة وهذه القدرة الإلهية اللي هي تحوت، اللي هي العلم والحكمة والمعرفة، متجسدة بشكل كبير جدا جدا في طبيعة اتنين من كائنات الحية: البابون والآيبس. البابون والآيبس. والمصري القديم بدأ في علاقته آه، بالكائنات الحية. قال أنا لو استخدمت هذه الكائنات اللي هي بتعبر عن العلم والحكمة، وبدأت أدرس سلوكيات هذه الكائنات الحية، وأشوف هي بتعيش إزاي، بتتعامل إزاي، بتتواصل إزاي. كل كائن حي على حدة ليه نيتشر، والنيتشرز دي لما أدرسها وابقى عندي ناشونال جيوغرافيك كده. فاحنا كان عندنا ايجيبشن جيوغرافيك زمان، كانوا بيدرسوا كل حاجة. فبدأ يبقى عندهم السيكريد انيمالز، الحيوانات المقدسة. الحيوان ده مقدس مش عشان فروض العبادة قائمة ليه هو مباشرة، لا. المصري القديم رؤيته في الحيوان المقدس انه بيحمل طبيعة إلهية بتحكم حياته. فالحيوان ده هو مقدس لأنه بيحمل لي رسالة إلهية، وله دور مقدس تعليمي للإنسان. أنا لما أقعد أراقبه واشوف سلوكياته واشوف حياته واشوف طبيعته، فالطبيعة بتاعته دي مقدسة، ليه حياة كده وسيرك المقدسة ما بيخرقش أبدا القواعد بتاعتها. فالإله خلقه مقدس، لذلك بدأ إن هم يعملوا لها تجمعات ويعملوا لها بيئة مناسبة ليها، علشان خاطر تبقى موجودة في الطبيعة بشكل مستمر، والإنسان يقدر دايما يحطها تحت عينه وتبقى موجودة دائما للتأمل. يعني على سبيل المثال، أنا وجهة نظري اختلفت لما بدأت أدرس موضوع النيتشرز بتاعت الحيوانات والحاجات دي كلها. لما بقيت أروح جنينة الحيوانات، لما بقيت اروح جنينة الحيوانات، ما بقتش بالنسبة لي عبارة عن نزهة او عبارة عن فسحة، بالعكس بقت زيارة تأملية. تخيلوا بتروح تعمل مديتيشن في حديقة حيوانات. ليه؟ لأن أنت هناك بتشوف سيكريد أنيمالز كتير جدا جدا في مكان واحد. بتشوف السيد قشطة الهيبو، اللي في مصر القديمة ارتبط بإيست إيزيس، وهنتكلم عنها في شهر لوحدها. هنتكلم عن الهيبو. بتشوف الحداية اللي ارتبطت بإيزيس. بتشوف البابون. بتشوف اللبؤة الأسد. بتشوف كتير جدا من أنواع الحيوانات السيكريد أنيمالز. وفرصة كويسة إن أنت تقعد تبص عليها وتتأمل وتتدبر في سلوكياتها، في طبيعتها. وهنا بتبدأ يعمل لك ستيميوليتنج جواك لتحفيز الرغبة وتحفيز السلوكيات الإيجابية المقدسة جواك كإنسان. فالمصري القديم كان بيعمل هذه التجمعات بتاعت الطيور لدرجة والحيوانات، لدرجة إنهم كانوا بيعملوا لها مكان من ضمن المبنى المقدس بتاعت البرابي. يعني لما نروح المنيا على سبيل المثال، نلاقي إن جزء من تخطيط المعبد بتاع تحوت عاملين بركة كبيرة جدا جدا عشان طيور الأيبس تتجمع فيها. ليه؟ لأن المكان ده مكان للتأمل، مكان لمشاهدة
السيكريد انيمال اللي بيحمل المينينج بتاع تحوت، المينينج بتاع الويزدم. يعملوا مكان كبير كده، فسحه كبيره لتجمعات البابون، لان ده السيكريد انيمال، الحيوان المقدس اللي بيحمل صفه النولج والانفورميشنز والكوميونيكيشنز وكذا وكذا، صفه تحوت. فهو بيحمل صفة إلهية. فكانت الناس من ضمن الطقوس والشعائر الروحية والدينية اللي كانوا بيعملوها في جوه البرابي، إن هم يقعدوا يتأملوا في خلق ربنا، في حيوان أو في طائر أو في حشرة بتحمل الصفة الإلهية، ويقولوا سبحان الله، ويبدأوا إن هم يذكروا الإله، ويبدأوا إن هم يحفزوا الطاقة الإلهية أو الصفة الإلهية دي جواهم. تعالوا نشوف أول حاجة البابون، قصته، أسلوبه في الحياة، سلوكياته، وبالتالي إزاي المصري القديم استخدمه للتعبير عن المعرفة الإلهية والوعي الإلهي الكبير. عندنا عايزين نعمل سكرين شير. دي صورة أهي. أوكي، عندنا أول حاجة البابون. القرد طبعا، والشكل والتصميم بتاع البابون في مصر القديمة، لما المصري القديم بص لهذا النوع من الكائنات الحية المقدسة، بدأ إن هو يبص على البيولوجيا بتاعته، الحاجات اللي بتميزه كحيوان، كقرد من الفصيلة بتاعته كلها عن غيره من القرود اللي في الفصيلة بتاعته، على السلوكيات بتاعته. فلقى ان القرد ده بيحمل صفات جميله جدا جدا جدا. بيحمل صفه الحكمه والمعرفه، مراقب جيد جدا، مراقب جيد جدا. قرد البابون من القرود او من الحيوانات اللي بتراقب كويس قوي 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 الطبيعه من حولها، وبتراقب كل حاجه بتحصل حواليها، وبيبدأ يركز في كل شيء. فهو مراقب جيد، منصت جيد، مشاهد جيد لكل حاجة بتحصل حواليه. بيعيش في تجمعات أسرية كبيرة جدا، ما بيعيش لوحده، يعيش في تجمعات كبيرة جدا. وده جزء من مصادر القوة بتاعته، إن هو بيعيش داخل هذه التجمعات الأسرية الكبيرة جدا. الحاجة التانية اللي بيتميز بيها البابون، إن هو عنده جرأة في إظهار المشاعر بتاعته، عنده جرأة في إظهار المشاعر بتاعته. بمعنى، سواء المشاعر دي إيجابية أو سلبية، سواء المشاعر دي أسرية، المشاعر دي مشاعر تواصل حميمية، المشاعر دي أيا كان نوع المشاعر دي إيه، فهو عنده جرأة كبيرة جدا في إظهار ما يشعر به على أي مستوى، ايموشنال، على مستوى منتال، على مستوى فيزيكال، على مستوى سبiritual. هو عنده قوة كبيرة جدا جدا في إظهار ما يشعر به تجاه الآخر، وما عندوش مسؤولية في الآخر هيبص عليه بأنهي شكل من الأشكال، ده عن
غيره كتير جدا من الحيوانات التانية. وعنده قوة كبيرة جدا جدا في الخداع، شاطر جدا جدا في ان هو يخدع اللي قدامه من اجل الحصول على الشيء المعين. فبيخطط ويفكر في مجموعة ويحط خطة، وكل فرد من الخطة دي، من المجموعة اللي هتنفذها، الدور بتاعه ايه لحد ما ياخدوا الحاجة اللي هم عايزينها. فإذا عنده قوة، وعنده مراقبة جيد، عنده اتحاد أسري وكوميونيكيشن كبير، عنده خداع، وعنده مرونة كبيرة جدا جدا. يحب دايما التحديات. لما تحط مثلا لدرجة ان هم استخدموه بعد كده في العلوم الحديثة في الاختبارات، ان هم يجيبوا كرسي ويحطوا فيها قرد وبعدين يعلقوا موزة عالية، فهو يبدأ ان هو يحاول ينط ويقفز علشان يطول الموزة، فما بيقدرش يطولها، فيقدر بعد كده يبدأ يفكر ويجيب الكرسي ويحطه جنب المكان، وبعد كده ان هو يحط الكرسي تحت المكان اللي فيه الموزة، فيقدر يطولها. فهو بيحب التحديات، وعنده شغف كبير جدا لاكتساب واكتشاف المعارف الجديدة وكل ما هو غامض في الحياة. فدي سلوكيات قرد البابون. مين اللي علمه ده؟ مين اللي حمله بكل هذا السلوك ان هو يعيش بيه؟ ما عندوش نظام تعليمي، ولكن هو مولود عنده هذا النظام وهذا السلوك وهذه النيتشر، الطبيعة في الدي ان ايه بتاعته، وبينقلها من جيل الى جيل. فهو المصري القديم شاف في هذا القرد كل هذه الصفات بتاعه سلوكياته في المعيشة، فأخده عشان يعبر بيه عن العلم والمعرفة، عن الإرادة، عن التحدي، عن الخداع والمراوغة. فبدأ إن هو يربط ده، وقال إن الطبيعة الحاكمة في هذا النوع من القرود اسمها تحوت، صفة إلهية متجسدة فيه بقوة، صفة مقدسة متجسدة فيه بقوة، وهي صفة العلم وصفة المعرفة وصفة الإيه؟ الحكمة والتحدي والجرأة والخداع و وبدأ المصري القديم يستخدم هذا القرد علشان يبدأ إن هو يحفز جوه نفسه هذه الطبائع، لأن الطبائع دي كلها موجودة فينا إحنا، ولكن بأشكال وبدرجات مختلفة. بمعنى، أنا دلوقتي كعلي عندي شغف وحب للتحدي واكتساب واكتشاف الغامض من الأشياء اللي أنا مش عارفها، وكلنا كده. بس مين بينفذ؟ مين بيقدر ياخد الأكشن؟ ومين عنده الحب ده بس لكن ما بيقومش بعمله؟ فدي الفكرة. فبدأ المصري القديم ان هو ياخد هذا القرد كسيمبل لهذه المشاعر ولتحفيز هذه المشاعر، وبدأوا يعملوا تمائم على شكل البابون، يعملوا تماثيل على شكل البابون، يعملوا كل شيء ممكن ان هم يعملوه، يخلوا الصورة بتاعة البابون دي قدامهم بشكل مستمر، علشان دايما اول ما العين تبص لها يبدأوا يفتكروا دايما اللي هي ايه؟ القوة والطاقة بتاعة الايه؟ بتاعة التحدي، اكتشاف الغموض، الطاقة بتاعت كذا، الطاقة بتاعت كذا. فهنا بدأت الايه؟ التحديات بشكل كبير جدا ان هي تتحفز داخل الانسان. قرد البابون لقوا عنده دايما كمان سلوكيات، فمش بس ان هو لما بص له يحفز جوايا طاقة، ولكن ده كمان هو بدأ المصري القديم يتعلم من قرد البابون حاجات مختلفة كتير جدا. بابون هقول لك يعني ايه بابون. ده نوع من انواع القرود، فصيله من الفصائل بتاعت القرد. وبابون جايه من كلمه بامبو. بابون جايه من كلمه بامبو. بامبو اللي هو الخزران الطويل قوي ده، اللي هو الاماكن اللي دايما كان بتبقى تجمعات معيشه هذا
النوع من القرود. فالاسم بتاع بابون جه من كلمة بامبو، اللي هو العصي أو الخيزران الطويل قوي اللي كانت أماكن تجمعات البابون. فهو فصيلة من فصائل القرود، ولكن عندها قدرات عقلية عالية. البابون كمان في مصر القديمة مش بس كانوا بياخدوه علشان يعملوه للمديتيشن، للتأمل، ولكن كمان كانوا بيعملوه أو كانوا بيستخدموه للتعلم. كانوا كمان بيشوفوا سلوكياته عاملة إزاي ويحاكوا هذه السلوكيات، ويحاكوا هذه السلوكيات. على سبيل المثال، كانوا بيشوفوا قرود البابون بتعمل سان جيزنج كل يوم الصبح. سان جيزنج اللي هي البحلقة في عين الشمس، ان هو يفتح عينه كده جنب على اخر حلقة العين في ايه، في الشمس الصبح في التوقيت بتاع الشروق. فكانوا كل يوم الصبح يشوفوا قرود البابون دي تطلع فوق الجبل على القمة ويبصوا ناحية ما الشمس هتشرق، وكلهم يبقوا قاعدين كده مستنيين الشمس أول ما تشرق يروحوا مبحلقين عينيهم فيها شوية في السان رايز كده في أول الخيوط بتاعت الشمس لما تشرق. وبعد كده إيه، يبدأوا يهللوا ويعملوا أصوات غريبة كده كلهم مع بعض كأنهم فرحانين. فبدأ الأطباء في مصر القديمة ياخدوا القرود بتاع البابون دي ويفصلوا مجموعة منهم ما يخلوهاش تعمل سانجيزنج، ومجموعة تانية يخلوها تعمل السانجيزنج اللي بتعمله كل يوم الصبح. وبدأوا ان هم، لان احنا كان عندنا جزء من الاطباء في مصر القديمة وكانوا متخصصين في الطب البيطري، متخصصين في الطب البيطري. فالمجموعة اللي بطلت تعمل سانجيزنج عن المجموعة اللي بتعمل السانجيزنج اللي هي اللي بتعملها كل يوم، بدأوا ان هم يلاقوا في فرق كبير جدا في الشبكية بتاعت العين، ويلاقوا في فرق كبير جدا في قوة البصر والنظر ما بين المجموعة اللي بتعمل سان جيزنج والمجموعة اللي ما بتعملش. فاكتشفوا ان كمان عندهم علم لدني، علم إلهي مقدس، ان السان جيزنج ده بيساعد على قوة البصر. لذلك بدأ المصري القديم كمان ان هو يقلد قرد البابون في عملية السان جيزنج من ضمن المديتيشن ومن ضمن الصلوات والتأملات اللي في المعابد الصبح. فهم بدأوا يعملوا نفس النظام ده. طيب، في حاجة تانية كمان. البابون لقوه ان هو بيعمل بيبي كل ساعة على فترات متساوية. يعني بدأ ان هو يعمل بيبي في التوقيت مثلا بتاع كذا، بعد وقت معين بيروح عامل بيبي تاني، بعد وقت معين يروح عامل بيبي تاني. فتقريبا بيقعد ساعة بالظبط ما بين كل مرة والتانية بيعمل فيها البيبي. فلذلك خدوا قرد البابون ان هو يعبر كمان عن الوقت والساعة، فبدأ ان هم يظبطوا الوقت عليه هو. فبدأوا يعرفوا من خلال مراقبته هو ان هو بيساوي او بيظبط ليهم الوقت، بيعرفوا ان كان في ساعة عدت ولا لا لما القرد بتاع البابون ده بيقعد فترة ويعمل بالبي بتاعه. فبيبدأ ان هو يعرف الوقت عدى عليه قد ايه. فكمان استخدموه في استخدامات حياتية. المصري القديم كمان لما بدأ يراقب البابون بدأ يعرف إن البابون ده ليه علاقة كبيرة جدا جدا بعملية إشراقة الروح، عملية تحفيز الروح، الجوانب بقى السبريتشوال في الموضوع. لذلك هتلاقوه كتير جدا جدا بيرسموه على الجدران بتاعة المقابر بتاعتهم. يعني لما نروح مع بعض إن شاء الله الرحلة بتاعة الأقصر وأسوان، سواء اللي هيجوا معايا في نوفمبر او في فبراير، وندخل المقبره مثلا بتاع توت عنخ امون او اي مقابر تانية في مقابر وادي الملوك، هنلاقي فيها رسمين قرد البابون كتير جدا زي الحيطه دي من جوه مقبره توت عنخ امون. هنلاقيه مرسوم كم مره؟ ادي ثلاثه هنا، وبعد كده هنا اربعه، ثلاثه في اربعه ب 12، 12 ساعه بيعبروا بيه عن الوقت، بيعبروا بيه عن الساعات بتاعت الليل.
ساعات الليل وساعات الايه النهار. عندنا 12 ساعة بالنهار و12 ساعة ايه بالليل. وازاي قوة العلم والمعرفة بتخلي الروح الإنسانية اللي هي بتعبر بقى هنا عنها بشكل ايه خبري، بتخلي الروح الإنسانية متجددة. الإنسان لما يكون عنده علم، لما يكون عنده معرفة عن النهار وعن الطاقة بتاعت النهار وعن قوة النهار وقوة الليل وطاقة الليل والحركات بتاعت الأفلاك بالليل، وعنده كذا، عنده معرفة للنهار ومعرفة لليل، وإيه اللي يجب أن يفعله بالنهار وإيه اللي يجب أن يفعله بالليل، والسلوكيات هنا والسلوكيات هنا. فالمعرفة دي بتخلي يحصل فيه ريزركشن ريبيرث للروح الإلهية المقدسة جوانا. فعشان كده خلوه تفصيل وتمثيل للمعرفة الإلهية داخل الإنسان. فكل الحاجات الجميلة دي كان المصري القديم بيربط ما بين البابون كسيمبوليزم ليها. عملوه كمان ليه علاقة بالأجاط، عين الأجاط، العين بتاع البصيرة، عين الرؤية الكاملة، العين التي ترى كل شيء. والبني آدم اللي عنده القدرة إن هو يفهم ويرى ويحكم ويبقى حكيم هو الإنسان بس اللي عنده علم ومعرفة. الإنسان اللي بيقرأ وبيسمع وبيكتب وبينقل اللي بيعرفه وبيعلم الآخرين وبيعمل كذا وبيعمل كذا، عايش حياته بيتناقل المعرفة وباحث عن المعرفة. هو ده الإنسان اللي عنده السيرد آي بتاعته مفتوحة، الإنسان اللي عنده علم ومعرفة ورؤية شاملة لكل شيء في الحياة، وعنده فهم وعمق كبير جدا في كل شيء. فبدأ المصري القديم ياخد كونسبت جميل جدا مقدس عن البابون وأهمية البابون وسلوكيات البابون، وإزاي الإنسان لو حاكى هذا البابون في الحياة بتاعته الاجتماعية، حاكى البابون بتاعه في طريقة مراقبته للشيء، شغفه في اكتشاف المجهول، التعلم، الكذا الكذا، هيعيش إنسان الروح بتاعته مشركة وجميلة. لدرجة إنهم عملوا دليات أو تمائم يعني بتمثل الايه البابون ده، زي الدلايه اللي قدام حضراتكم دي. الدلايه اللي قدام حضراتكم دي عباره عن ايه؟ عباره عن سلسله طويله قوي، والسلسله الطويله قوي دي فيها آه آه فيها جزء من، او الدلايه بتاعه السلسله من تحت، اجيبها لكم بصوره كامله اهي. دي جزء من الدلايات او التمائم او السلاسل بتاعه توت عنخ امون. ده الدلايه بتاعت السلسله من تحت. عباره عن ايه؟ عباره عن قرد البابون اللي هو بيمثل المعرفه، بيمثل العلم، بيمثل الاكتشاف، بيمثل التواصل الاجتماعي، بيمثل حاجات كتير هنتكلم عنها دلوقتي عن قرد البابون لما بيظهر لنا او لما نتامل فيه بيفعل جوانا ايه. وفي النص الجعران خبري اللي بيزق قرص الشمس. والجعران هنا بيمثل الريزركشن، البعث من جديد، إشراقة الروح من جديد. وهنا قرص الشمس اللي فوق ده بيمثل الروح الإنسانية. فبالعلم والمعرفة، بالتأمل، بالتواصل الجيد مع المجتمع ومع الأسرة وباتباع سلوكيات كتير جدا ملهمة من حياة قرد البابون المقدس، الإنسان الروح بتاعته ممكن تبقى جميلة، ممكن تبقى شايني، ممكن تبقى راديانت، ممكن تبقى جوي، هابينس، السعادة من ضمن مفاتيحها هي العلم والمعرفة. البابون بيبعت لنا رسائل في خلاصة هذا التأمل الجميل. بنحتاج التأمل في البابون وفي المعنى اللي بيعبر فيه البابون لما بنكون محتاجين إيه؟ لما تكون محتاج إلى تغيير منهجك في الحياة. أنت حاسس إن الحياة بقت رتمية وعايز تغير المنهج بتاعك في الحياة، أو في جزئيات في الحياة بتاعتك حاسس إن هي صعبة شويتين، حاسس إن هي فيها مشاكل، فأنا محتاج إن أنا أغير منهجي في الحياة ده. فده وقت التأمل في سلوكيات وحياة قرد البابون. لما تحتاج إلى تكوين وإنشاء مكان للتأمل والتفكير، عزلة كده، خلوة خاصة بيك، عايز تفكر في حاجة وبتاع،
وعايز تعمل مديتيشن لوحدك، افضل حاجه ممكن تتامل فيها وفي سلوكياتها وتلهمك بافكار جميله جدا في وقت المديتيشن بتاعك، هو صوره او شكل لقرد البابون والتامل في سلوكياته، او فيديو حتى بتتفرج عليه وعلى الحركات بتاعته والتواصلات بتاعته، حاجه كده دوكيومنتري مثلا. لما تكون محتاج الى دعم انك تحتفظ ببعض الاشياء لنفسك، البابون على قد ما هو بيشير الحياه الاجتماعيه والاسريه بتاعته، الا ان هم عندهم في بعض الاوقات ممكن تلاقي مثلا ايه، على سبيل المثال الاكل، ممكن تلاقي الام مثلا عندها اكل معين وترفض تديه لاولادها تاكله هي، ترفض مش عارف تديه لجوزها وتاكله هي. في بعض الاحوال بيشاركوا، بس في احوال تانية بيقرروا ان هم يخلوا بعض الحاجات لنفسهم. وده من حقك ان انت عندك جزء اسري، عندك جزء من حياتك بتشيره مع الاخرين، لكن عندك جزء لحياتك لازم تحتفظه مع نفسك، وجزء من الحياة تشاركه مع الآخرين، وجزء من الحياة تشاركه مع أسرتك. بتحتاج للتأمل في سلوكيات قرد البابون لما تكون حاسس ان تواصلاتك مع الاسره اصبحت قليله، اصبح في مشاكل اسريه. فانت لا، انا هنا لازم ارجع للتواصل الاسري مره تانية، لازم ان انا احل المشاكل اللي موجوده ما بيننا، لازم ان انا ارجع مره تانية للاستماع للفهم، لان ممكن اللي قدامي ممكن يبقى خايف او خجول او عنده مشكله في التعبير عن مشاعره اللي جواه. فانت عندك جزء بيعلمك قرد البابون الجانب التواصل الأسري وأهمية التواصل الأسري وإزالة المشاكل الأسرية. بتحتاج قرد البابون والسلوكيات بتاعته إنك تفكر فيها قبل اتخاذ أي قرار في حياتك. كلما كان قرار مصيري، فأنت لازم تتعلم من قرد البابون ان هو يهدى ويقعد ويفكر ويدبر ويراقب ويبدأ يحسب كل جزء من الأجزاء، لأنه هو مراقب جيد وعنده قوة خداع كبيرة جدا. فأنت محتاج كمان قرد البابون ان انت تبدأ بنفس السلوكيات بتاعته في التفكير في الحكمة الإلهية، في الكون المحيط من حواليك، أهمية كل حاجة حواليك ربنا خلقها لك ووجدها لك في الحياة، دورك انت في الحياة كإنسان. فدي من ضمن السلوكيات الجميلة اللي بيعلمنا قرد الايه البابون. فقرد البابون المصري القديم اتعلم منه أهمية المجتمع، أهمية العمل في تعاون، أهمية التواصل مع الآخرين، أهمية التعبير عن المشاعر بتاعتك أيا كان شكلها، إيجابية سلبية، بس عبر عن مشاعرك وما تكتمش حاجة جواك. من حقك انك تعبر بدون خجل ايا كانت المشاعر بتاعتك دي، الليفل بتاعها ايه، فيزيكال، سبiritual، ايموشنال، منتال. عبر عن المشاعر بتاعتك وما تحطهاش جواك. التواصل مهم جدا لان كل ما انت تواصلت، عبرت عن مشاعرك، بيوصلك لتحقيق الاهداف بتاعتك سواء لوحدك او الاهداف المشتركه ما بينك وبين الاخرين. بيعلمك ابن البابون الشجاعه والرعاية الأسرية والتواصل المجتمعي. بيعلمنا ان احنا في حاجة في بعض الأحوال ان احنا محتاجين نكون عندنا خداع من أجل الوصول إلى الهدف. الخداع مش النيجاتيف أو الضار للآخرين، ولكن بعض الحيل الغير ضارة للوصول إلى الهدف، استغلال الفرص للوصول الى الهدف. يعني القرود البابون من في التجمعات بتاعتها لما ما بتلاقيش اكل في البيئه الطبيعيه بتاعتها، عارفين بيعملوا ايه؟ بيروحوا عاملين عصابه ويحددوا كل واحد دوره ايه في العصابه دي. انت هتشتت انتباه الناس، وانت هتعمل مش عارف ايه، وانت هتعمل كذا، وانت دورك هتسرق كذا، وانت هتعمل كذا. ويروحوا مجمعين نفسهم ويهجموا على اي قريه سكنيه عايش فيها بني ادمين ناس، وكل واحد فيهم يروح مأدي دوره في العملية بتاعت السطو المسلح بتاعهم دي. وكل واحد فيهم ده يثير الرعب، وده يجري مش عارف يعمل ايه، وده يأدي دوره، وده يشيل الأكل، والمجموعة دي تدافع والمجموعة دي تنسحب. فحتى بيستخدموا الخداع واستغلال الفرص من أجل الوصول إلى الأهداف. هي العملية بالنسبة ليهم
كحيوانات ما فيهاش نوع من انواع القيم اللا اخلاقيه، ولكن هي بتؤدي الى الغرض في النهايه. فهو بيعلمك كمان ان لا مانع من بعض الخداع، من بعض استغلال الفرص الغير مضره بالاخرين من اجل الوصول الى الاهداف بتاعتك. فانت لازم تكون انسان عندك عمق، عندك تفكير، عندك مراقبه، عارف ازاي تعيش حياتك على المستوى البيرسونال بتاعك وعلى المستوى الاسري بتاعك. فالبابون كان من اهم الحيوانات المقدسة اللي شالت رمز مقدس في مصر القديمة ومعاني مقدسة في مصر القديمة. لذلك مصر القديمة خلاه في كل مكان، يعمل منه تماثيل كبيرة جدا ويحطها قدام المعابد، يعمل منه رسومات ويحطها على الحيطان بتاعت المعابد، يعمل منها اميولتس كتير جدا، تمائم يلبسها، يعمل بيه كذا، لأنه أصبح ملهم ليه في كل الوقت على مستوى الأسرة وعلى مستوى الشغل وعلى مستوى التواصل الاجتماعي وعلى كل المستويات. قرد البابون بيحمل رسائل، بيحمل تأملات جميلة جدا جدا. تعالوا ندخل على اللينك مرة تانية ونشوف الجانب الآخر من العلم والحكمة، وهو طائر الآيبس، وبيعلمنا إيه والسبيريت بتاعته شكلها إزاي.